بسم الله الرحمن الرحيم. ازيك يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. اعمل معاكم النهارده فيديو ان شاء الله يعجبكم، اللي هي العجه المصريه. قدامكم اهيت بعد ما استوت اهيت. اعملها اكله ناشفه يعني، مفرحه بطاطس، طعميه، مفرحه اي حاجه ناشفه من البيت يعني. قدامكم اهو متحمره من تحت زي من فوق، وطعمها في منتهى الجمال، وطريقتها سهله وبسيطه خالص. اهي بعد ما استوت قدامكم، وعامله صينيتين يعني، واحده رقيقه واحده سميكه شويه. دي السميكه اهيت، والرقيقه اللي كانت الاولانيه اللي تعجبكم بقى. والسميكه بتبقى على فكره يعني مستوي، الرقيقه بتبقى بسمكها رقيق يعني، بتبقى مستويه كويس عن اللي هي سمكها غليظ يعني شويه. اه من تحت زي من فوق. معايا بقى كميه بصل حلوه يعني اهوت. هي مش بمقادير ولا حاجه، هي كده عشوائي كده زي ما انتم شايفين كده. حطيت شويه زيت ومعلقتين سمنه بلدي. البصل ما يتحمرش، تدبليه بس زي ما انتم شايفين لونه مش قدامكم كده، يدبل بس يبقى فيه طعم المسكر اللي فيه يفضل فيه. معايا بقى اللي هي البهارات، معلقه بابريكا، معلقه كزبره ناشفه، معلقه كمون صغيره كده، معلقه صغيره، معلقه فلفل اسمر. معايا بقى طماطمتين 3 كده كبار اهمت، على قد الكميه اللي انت هتعمليها يعني. حطيهم يشوحوا شويه مع البصله كده عشان ينزلوا اللون بتاعهم فيها. ومعايا فلفل بقى، لو عندك فلفل الوان حط، ما كانش عندي غير فلفل بلدي حطيته، بيديها طعم حلو. بتشوح برده شويه كده مع البصله والطماطميه. معلقه فلفل احمر بارده، انت عايزه تحطي حاميه يعني حطي. بعد ما استوت تسيبها تنشف خالص بقى، اللي هي البصلايه والطماطم والفلفل، يسيبيه يبرد خالص. تيجي حاطه بقى عليه بقى ايه، خضره. حطي حزمه خضره، حزمه شبت، او حزمتين خضره وحزمه شبت، او اتنين واتنين، اللي يريحك اعمل. بس كل ما الخضره بتاعتها ما كانت كتيره تطلع معاكي نافشه وهشه وجميله. معايا 5 بيضات اهم، عايزه تكتر بقى حطي 5 بيضات، تضربيهم كده وتحطهم على الخليط اللي انت عملتيه في الاول. ولازم يكون برد عشان البيض ما يستويش معاكي في الخلطه. ومعايا بقى معلقه خميره فوريه، عايزه تحطي معلقه خميره بيره حطي. معايا معلقه صغيره بودر بيكنج باودر اهوت. معلش انا مقصره معاكم في الفيديوهات شويه عشان تعبانه شويه، معلش هنعوضها ان شاء الله. دي مش ملح بقى، تملحيها على فكره بتخش ملح كتير، اقل ملح بكفي فيها عشان هي ناشفه ما فيهاش ميه يعني. حطيت معلقتين قشطه بتديها طعم جميل وحلو، وجربوها تعجبكم. اعملها اكله ناشفه يعني. ودي بقى مسحه ايد بس، مسحه كف ايد واحده بس زي ما شفتها قدامكم كده. ما تزوديش، دي كتير بيخليها معجنه. وزودي الخضره على قد ما تقدري. تحطي لها بقى لبن اهوت، طريقة جميلة وبسيطة وطعمها في منتهى الجمال. لبن بقى تخلي اللبن صيص فيها شوية كده زي ما انتوا شايفين كده، نفس الطريقة نفس الشكل اللي قدامكم كده. انا عملت دول على صينيتين، صينية هتبقى رقيقة وصينية غليظة شوية. بتبطني بقى الصينية بدقيق وسمنة كده، سمنة، وتحط على رشة دقيق، وتحط بقى ايه الكمية اللي انت عايزاها فيها في الصينية اهيت. وخلي شوفي خضرتك، اهم حاجة الخضرة تبقى كتير. تنطقي صينيه شويه كده عشان تستوي، تبقى كلها سوا واحد، سوا واحد من فوق يعني. تركنيها بقى شويه ربع ساعه كده ولا حاجه تخمر، وتدخلها بقى الفرن. اهي بعد ما دخلت واستوت الاتنين اهمت اهي، تاخد معاكي زي ساعه. تحمل الفرن طبعا قبلها بشويه وتدخليها في الفرن بقى. تبقى على حطها تحت شويه لو فرنك شغال يعني من تحت او من فوق، كل حاجه لوحدها يعني. تحطها تحت شويه، وبعد ما تستوي طلعها فوق عشان وشها يحمر. ما تولعيش شوايه ولا حاجه، بتحمر من غير شوايه من غير اي حاجه خالص. من تحت بس، تولعي من تحت بس اهي. ده كل ده شايفين من تحت زي من فوق. شوف دي الرقيقه تبقى مستويه شويه عن الايه الغليظه، ودي الغليظه اهي اللي سمكها غليظ شويه يعني اهي. لو عجبكم الفيديو اعملوا اشتراك في القناه، اعملوا اعجاب، اكتبوا تعليق حلو زيكم ان شاء الله اهوت. وجربوها تعجبكم في منتهى الجمال، مش هتبطلي تعمليها على طول، دايما هتعمليها. شايفين من تحت زي من فوق جميله ازاي، وطعمها في منتهى الجمال. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.